السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ معك هاني من السعودية. حياك الله أستاذ هاني، تفضل. أستاذ هاني، قرأت الموضوع الحلقة، أنت سني ولا شيعي ولا إيش؟ والله أنا سني. سني. أستاذ هاني، تقبل أن الله متحول وعنده ظل مباشرة؟ والله صراحة أنا مصدوم، ترى من يوم أشوف الأشياء هذه ترى مفجوع. يعني استغفر الله، مخلينا والله كأنه يعني استغفر الله كأنه حرباء متحول. أنا عارف المتحول الحرباء، يعني أنا ماني عارف يعني إيش اللي صاير يعني. وبخص يعني هذا أي عقل يقبل هذا الشيء؟ يعني الله متحول؟ طب الله ليس كمثله شيء. أخاني، أنا يعني أنت أيضا تعيش في السعودية بالمدارس، بالله عليك ما في إنسان أنتم عندكم يعني مثلا يسأل اللي مثلا في المسجد كيف أنه والمشكلة في صحيح مسلم أنه الله تبارك وتعالى متحول، ما في يعني مثلا طلاب مشايخ يعني يقولون أنه يجب أن ندافع عن ربنا من هذه الأحاديث اللي تقولون أنه ينكرها يعتبر زنديق، لأنه هاي معناها رد كلام النبي. تفضل يا أستاذ الكريم، أنت سمعت الحلقة اللي سابقة أنك لازم تسلم، يعني شيء يخلي الواحد يعني كيف أنا أسلم على شيء زي كذا؟ يعني احترم عقولنا، مو معقول زي كذا. والشيء الثاني أنا جيت بتكلم على أبو ريان، يقول الشيخ وليد إسماعيل. ترى الشيخ يعني حتى استغفر الله العظيم، والله حرام الواحد يعني يتكلم شيخ ما شيخ، يعني واحد يكذب على الناس. يعني أنا صراحة أنا من الناس اللي أحترم الشيعة بعد اللي شفته. والله أنتم الواحد يرفع لكم القبعة اللي تعملونه. الله يستر عليك، رحم الله والديك. الله يسلمك. يعني يكذب عنك على أخوان الشيعة، يجيب لك واحد يقول أبغى أتزوج زوجتك متعة. يعني أنا من تكذبون؟ يعني نفسي يعرف، يعني هل من العقل في زواج زي كذا؟ عفوا، يقول له بتزوج زوجتك، يعني واحدة متزوجة محصنة تقول زي كذا؟ تضحك على من أنت؟ يعني هذا من العقل الواحد يفكر بالشيء؟ واللي يقهر أن في ناس يصدقون. يعني هذا اللي الواحد، يعني أنا ترى على فكرة أنا عايش، يعني أعرف ناس شيعة من الشرقية ولي معرفة بهم وأعرفهم يعني شخصيا. يعني أنتم تكذبون على الناس، تخلون الواحد يشغل عقله. والله يعني إحنا نستفيد منكم ترى، وأنتم بدون ما تدرون. يعني أنتم خليتونا نشغل عقولنا. أول حنا والله كان مقفلين علينا، يعني لا تسأل لا تسوي. يعني إذا سألت أنت شيء سويت جريمة كبيرة، أنت شيعي على طول، ما في نقاش. يعني الواحد يعني إيش يسوي معهم؟ محتار. الله متحول، الله يكرمكم الرسول يعني هو يقول هو واقف يعني في المزبلة. أنتم في المزبلة. يعني تحاولون تقدسون الصحابة على حساب الرسول. أنت إيش سويتوا؟ أنتم هدمت الدين، بدل ما تصلحون أنتم قاعدين تهدمونها. يعني الواحد مو عارف شو يقول. يعني أنا والله هذا صراحة قال لي حاجة وأنا تبعته صراحة. يعني احنا نمشي على الموضوع. قال لي هاني ترى الدنيا يعني راح يصير فتنة كبيرة، وأنا أنصحك تسمع للسيد محمد رضا الشيرازي، بس احضر له. يعني احضره راح تستفيد. يعني كعقائديا يعني أنت راح تستفيد. زين أخاني، قبل أن تكمل أخاني قبل أن تكمل أنا أعطيك مجال. بالله عليك، أنا مو علشان شيء، بالله عليك سابقا أنا سامع صوتك منسقيني لهذا الاتصال، لأنه كل ما يتكلم منصف يقولون أنه هذا شيعي وقالب على سني، ويقولون بالله أناشدك الله تبارك وتعالى، هل أنا سابقا اتصلت بيك؟ هل أعرف؟ هل أنا كنت متوقع أنه تتصل؟ أنا والله صراحة لا، والله لا، للأمانة أنا أتابع البرنامج صحيح، لكن اللي خلاني أتصل على الناس اللي يتكلمون
يرفعون ناس هم الواحد حرام يرفعونه، زي وليد إسماعيل. أقسم بيت الله حرام الواحد يعني يسمع الشخص زي كذا، والله العظيم. يعني شيء تافه ينزل، يعني يحاول يستصغر عقول الناس، شيء مو معقول ترى. عشان كذا اتصلت على أبو ريان أمس اللي يتكلم، والله عشان كذا اتصلت بس أوضح للناس أن هذا الشخص إنسان كذاب، لا عنده لا دين ولا شيء، أهم شيء المصلحة نفس. يعني ما أبغى أفتري على الرجال ولا شيء للأمانة، بس اللي فهمته يكذب على الناس والناس تجي تصدق. يعني شغلوا عقولكم. يعني في أحد يقبل هذا الشيء إنه يقول لك أبغى، يجي يتصل واحد يتفق مع شخص يقول إنك بتتزوج، زوجتي ما أدري، يعني أي تفاهة زي كذا، وأساس إنه واللي يقول أنا تشيعت ويفتري على شيء، يعني يكذب نفسه في نفسه. اللي يقول أنا تشيعت، يعني ترى حنا يعني فاهمين ونشوف قنوات ونسمع القنوات الشيوخ الشيعة، ترى القنوات الفضائية يعني كلها بينت للناس كل حاجة، ترى الله يوفق، بينت ايش الصح وايش الكذب. الله ينور قلبك إن شاء الله، والله يهدينا إحنا وإياك إلى طريق الهدى، طريق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وأسأل الله أن يتقبل هذه الكلمات. وللأمانة أنا والله كنت أسمع هذا خواطر فكرية صراحة، قناة تشكر اللي شغال في القناة هذا، يشكر على اللي يسويه. إيه هو شاب هذا، الله يوفقه إن شاء الله. والله العظيم يعني شفت أشياء أنا ما كنت أتصورها. تخيلوا يتكلمون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يشرب الخمر. أعوذ بالله. أي عقل شخص حنا نقول له كرم الله وجهه لم يسجد لصنم قط، بالأخير يقول يشرب الخمر. يعني شيء مو معقول والله، شيء ترى أنا مفجوع، ترى أنا متصل وأنا مفجوع من اللي شفته ترى، والله يعني لا تلومني، ترى في شوية انفعال يمكن. الله يوفقك مولانا الكريم، وسأل الله أن ينير قلبك. صح أنت سني لكن منصف وتقول الحق، وأسأل الله العلي العظيم أن يريك الحق، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة بحق محمد وآل محمد. الله يرحم والديك. الله يخليك. وانا الامانه صراحه قاعد فاشل في دروس للسيد محمد رضا الشيرازي، وللامانه شخص وين عنه زمان صراحه. الله يرحمه برحمته الواسعه. الله يرحمه. وشكرا يا استاذ على البرنامج المبدع هذا، شكرا منكم نتعلم ان شاء الله. استغفر الله. وسامحونا اذا تفاعلنا شويه. الله يبارك فيك، رحم الله والديك وجزاك الله خير الجزاء. شكرا لكم اخونا الكريم، شكرا. الله يسلمك يا غالي.